السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا، تعالوا عندنا شويه فراوله، والفراوله ظهرت دلوقتي في السوق اهي بقالها شويه. قلت اجيبها بقى ونشطفها مع بعض. انا جايباها متنضفه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اشطفها. تعالوا نشوف بقى هنغسلها ازاي. انتي بقى هتعملي ايه؟ هتحطيها كده في حله وتمليها ميه، تسيبيها منقوعه شويه كده من غير ولا خل ولا تحطي اي حاجه عشان ما تتهريش منك. بس هي بقى هتتنقع. انا نقعاها بقالي شويه حوالي ربع ساعه اهو. تبتدي بقى تصفيها كده، تشيلي كده وتحطي في الحله التانية اهي. بصي انا جايباها متنضفه اصلا، ما قعدتش نضفتها، بس هي على الغسيل وخلاص على كده. قلت بقى لما اجيب، انا جايبه دلوقتي 3 كيلو، قلت اجيبهم على اساس ان انا اشطفهم كده واكيسهم واشيلهم لرمضان ان شاء الله. عارفه ان لسه بدري قوي على رمضان، بس برضو يعني الحاجه هنخليها في الفريزر احتياطي عشان احنا مش عارفين هي هتكمل معانا ولا لا. بس ادينا اهو هنعمل كده. احنا مش هنعمل كده مره وخلاص، لا، احنا هنعمل كده 3-4 مرات لحد ما تلاقي الميه نفسها بقت صافيه معاكي. الميه اللي في الحله تبقى صافيه ونضيفه ومفيهاش اي شوائب ولا رمله ولا اي حاجه، لان هي بتبقى المسام بتاعتها دي معبيها رمله. تمام، عشان تاكلوا حاجه نضيفه واهل بيتك ياكلوا حاجه نضيفه، فتبقى الدنيا ايه، نضيفه كده وحلوه. بصوا الميه عامله ازاي. لا دي هندلقها ونغير الميه، ميه نضيفه. ونعبي تاني الحله بتاعتنا هنا ونحط ميه نضيفه، وهكذا هنعيدها 3-4 مرات لحد ما تلاقي الميه بقت نضيفه معاكي. يبقى كده تمام. نملى بقى ميه تاني اهو. الفراولة ريحتها جميلة جدا، واسعارها دلوقتي طبعا غالية. يعني هو الكيلو دلوقتي عامل 25، في حد بيبيعها ب20. فهي هتختلف من مكان لمكان تاني. انت هتفضلي بس تفركي فيها كده عشان ايه، لو فيها رملة اي شوائب. خلوا بالكم عشان انا عامله الفيديو ده مخصوص لان في ناس لقيتها بتعمل الفراوله بطريقه اللي هو بتشطفها شطفتين كده تحت الحنفيه وخلاص وتاكلها. لا غلط، دي بيبقى فيها رواسب كتير مضره للصحه. لازم تعملي كده، وبعدين ما تمسكيهاش كده وتصفيها في مصفى كده، لا كل الرمله دي هتنزل عليها. لا، هو الصح ان انت تعمليها كده كده وتشيليها بايدك وتصفيها كده لحد لما تلاقي الميه بقت زي الفل معاكي. اعرفي كده ان الفراوله بتاعتك بقت ايه، ما فيهاش رمله، ما فيهاش ترابه سودا من الشارع، ما فيهاش اي حاجه. ما تحطيش خل. في ناس تقولك حطي خل او ملح في شطيف، لا، هتدبل معاكي وتتهري وخلاص كده خلصت. هتضطري ترميها، مش هتبقى فراوله بقى مسكره كده وحلوه وجميله معاكي. زي ما قلت لكم انا جايباها علشان خاطر ايه، بعد كده اما تنشف هعبيها في اكياس وعلى الفريزر على طول، علشان في رمضان ان شاء الله كده نلاقي عصير. ممكن نبقى نطلع منها نعمل مربى بيتي اهي. برضو الميه بصوا فيها لسه شوائب. انا بقى هغسلها عشان ما اطولش عليكم واوريها لكم في الاخر هنعملها ازاي.
وبس كده. يبقى ايه، هرجع لكم تاني هغسلها كام مره برضو واقول لكم بقى اخدت مني كام غسله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بقى كده، دي المره دي 5 مرة. تمام اهي. انا وقفت الكاميرا زي ما قلت لكم وشطفتها. دي كده 5 مرة اهي. المفروض يعني ان الميه هتبقى ايه، نضيفه. ولو مش نضيفه هعملها تاني علشان خاطر الرمله اللي بتبقى فيها او الحاجات دي ما تعملش حصوات على الكلى يا جماعه. عشان انا زي ما بقول لكم انا عملت الفيديو ده كده لان انا كنت قاعده في قاعده ولقيت ناس بيقولوا هو طريقه غسيل الفراوله بطريقه خطر يعني، اللي هو شطفتين كده وخلاص، يعني اللي هو اجيبها اشطفها شطفتين خلصت. طب والميه؟ لا عادي بقى. وبعدين بيصفوها، بيمسكوا الحله كده ويدلقوا بميتها بحاجتها، بيصفوها في مصفى. طب ما هو انت الرمله اللي نزلت في الميه دي نزلت فوق الفراوله بتاعتك، يبقى انت كده ما نضفتيش الحاجه. وطبعا انت اهل بيتك امانه ان انت تقدمي لهم الحاجه نظيفه. في اطفال بياكلوا، في حد مثلا مريض، في اي حاجه، انت خلي الناس تيجي عندك تبقى عارفه ان انت حاجتك نظيفه وحاجتك متعقمه، يعني عشان الناس تبقى مبسوطه ان هي جايه هتاكل عندك، ما تبقاش خايفه ومتوسوسه ان هي هتاكل حاجه ممكن تكون بايظه او فيها رمله. فاهميني؟ انا شايفه ان الميه كده كويسه. الميه عندي معرفش هي باينه في الكاميرا ولا لا، بس انا شايفه ان هي كويسه وبقت بيضه. واللي كان جواها ده عباره عن ايه، النقط اللي كانت بتاعت الفراوله. فخلاص كده انا مش هغسلها تاني الحمد لله. نبتدي بقى نسيبها تنشف ونجيلها كده كمان شويه ونحاول بقى نعبيها ونكيسها. اهي الفراوله عندي اهي، بصوا حلوه ازاي ما شاء الله. الف هنا اللي هياكل منها او يشرب منها كعصير او نستعملها في اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش بقى اللايك والشير والتعليقات الحلوه اللي زي العسل بتاعتكم. شويه كده لما تنشف هجيبها بقى واحنا بنعبيها ونحطها ان شاء الله في الفريزر عندنا، وان شاء الله نتقابل كمان شويه. يلا بقى الفراوله بتاعتنا نشفت اهي، حطيناها شويه ونشفت اهي. يلا بقى نعبيها نشوف هتعمل معانا كام كيس اعبيها بقى كلها كده اهوت كده. بصي بقى ممكن تعمليها كده، ممكن تكتري شويه زي ما تحبي، بحيث ان هي حلوين دول على قد مثلا عصير ساعة الفطار كده ولا حاجة تبقى حلوة. يلا نعبي الباقي بقى واشوفكم في الاخر. بصوا بقى عملوا معايا 1 2 3 4 5 اكياس اهم، ماشي ادي 5 اكياس. ولسه عندي الصينية دي تعمل لها برضو حوالي 3 اكياس تانيين، يعني 3 كيلو دول يعملوا لي حوالي 8 اكياس. بس انا بقى شوية دول بقى بيني وبينكم عيني طالعة عليهم وعايزة اعمل منهم شوية عصير كده او احط عليهم شوية سكر كده واكلهم بالمعلقة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ومتنسوش بقى اللايك والشير، واتمنى يا رب كده ان الوصفة تكون سهلة وحلوة وتشجعكم ان انتوا تخزنوا شوية الفراولة ديت لرمضان كده، عشان مثلا تعملوا عصير ساعة الفطار. بصوا طبعا يعني هما ال5 دولت، ال5 اكياس دول هشيلهم، والباقي ده هناكل منه بقى كده وندوقها طعمها، عشان هي لسه البشاير بتاعتها ودي لسه جديدة. وان شاء الله برضو يعني الاسبوع الجاي ابقى انزل اجيب تاني واعبي تاني وكده، عشان ننبسط ونبسط ولادنا ان كل حاجة موجودة في البيت. وان شاء الله رمضان كده يجي واحنا عندنا كل حاجة، نحاول نشيل كل شوية حاجة كده
علشان لما يجي علينا رمضان ما نبقاش مقصرين في حاجة ان شاء الله. وبكده الفيديو يبقى خلص. استودعكم الله وسلام.